هل الحكم كان سبب مباشر في خسارة الأهلي النهاردة؟ ولا كولر هو اللي كان السبب؟ ولا رعونة لعيبة الأهلي؟ الحقيقة تعالى نبتدي بالحكم. في أول 7 دقايق بيتلغي ليك هدف من كهربا. السؤال هنا، هل الحارس وصل للكورة وحط إيده عليها ولا لأ؟ طالما إيده على الكورة يبقى هي في استحواذه، يبقى كهربا شاط الكورة من إيده، يبقى إلغاء الهدف صحيح 100%. في الدقيقة 32 كورة بتتلعب عرضية وبتضرب في الأرض وبترد في إيد محمد هاني، وأعتقد إن لو حكم مصري في الكورة ديت للأهلي او الزمالك كان الحكم حسبها ضربة جزاء، لكن هنا الكرة مشت عادي ومش ضربة جزاء، كانت ممكن توقع الاهلي في مشكلة كبيرة، خصوصا ان محمد هاني رافع ايده لفوق، بس هي عدت. في الدقيقة 37 وتدخل عنيف من مروان عطية، بس هل يستحق ضربة جزاء؟ هو لاعب الاتحاد حرك الكرة الاول، فعلا ما عنديش مشكلة في كده، لكن باقي التدخل تحسه التحام طبيعي نتيجة الاندفاع، يعني ما قصهوش ولا زقه ولا فيها اي عرقلة، الكرة كانت ممكن تعدي، والحكم ليكم انتم. في الدقيقة 46 واعتقد ان الكرة دي كان لازم تكون ضربة جزاء للاهلي، من هنا هتحس ان الالتحام عادي كتف في كتف، لكن من الزاوية ديت هتحس انه زائق بايده من فوق، اعتقد الاهلي كان يستحق يتحسب له ضربة جزاء، والحكم ليكم. نيجي لكولر اللي ما طورش من ادائه، مع انه عامل صفقات جامدة جدا تقدر تساعده واوراق كويسة، يعني كولر باللعيبة اللي كانت معاه كان معودنا في كل ماتش كبير او لعب على بطولة بكرة جديدة ممكن يخطف بيها جول، لكن اللعب كان كله محفوظ. لعبة محمد عبد المنعم بقت محفوظة، انك تقدمه ويخطف من كرة عرضية، والصراحة الاتحاد الجزائري عمل ماتش كبير ودافع بطريقة ممتازة وقدر يسد على كل لاعب من لعيبة الاهلي. حتى تغييرات كولر كانت غريبة جدا، يعني عندك رضا سليم كان قادر يخترق وكان عامل ازعاج كبير جدا، رحت مطلعه، ولما حبيت تنزل بيرسي تاو طلعت مروان عطية رمانة الميزان بتاعتك، ونزلت بيرسي تاو نص ملعب رقم 8 وبيقلب رقم 10 كويس، بس كان يبقى مكان امام عاشور. ليه تطلع حسين الشحات وتنزل طاهر محمد طاهر؟ ما لو طاهر هو اللي بيكسبك رايح تجيب رضا سليم ليه؟ ما كنت اعتمدت عليه من الاول، بدل ما هو شل جمهور الاهلي حرفيا، لا قادر يستلم ولا قادر يطلع كرة مظبوطه من رجله، وطلعت الناس اللي كانت عامله ازعاج للاتحاد العاصمه الجزائري. يعني انت كنت ممكن تحافظ على وجود حسين الشحات وترجعه باك يمين وتنقل رضا سليم مكانه، وتجيب بيرسي تاو مكان رضا سليم، وتنزل صلاح محسن، تمام مفيش مشكله، وتشتغل على عرضيات من الشحات واختراقات بيرسي تاو ورضا سليم، كان ممكن يقلب الماتش حرفيا، هتلاقي اختراقات من كل الاتجاهات وكان هيحصل اخطاء منهم ساعتها. لكن انت بلعب المحفوظ وعندهم حارس جيد جدا في القوة العرضية قدر يتعامل ويحد من كل خطورتك. حتى امام عاشور بقدمه الذهبية ما قدرتش تستغلها في القذائف اللي بيطلعها، وانه يشوط كتير واديت له الحرية ديت وخلتهم قادرين يقفلوا عليه. من اقل الماتشات كولر الفنية وقلة حيرته، مع انه كان ممكن يكون ماتش سهل جدا. حتى من بداية المباراة قاريين كويس ان خط دفاعك سهل يتضرب ما بين معلول وما بين عبد المنعم، وفي اول دقيقة كان ممكن تبقى جول لولا تألق الشناوي. في الدقيقة ال10 عرضية من فاول وقادر المهاجم يطلع من وسط كل اللعيبة ويلعب الكرة، بس راحت ضعيفة والشناوي قدر يتعامل معاها. في الدقيقة 16 وبالنسبة لي اهم كرة للاهلي اللي فرقت معاه 180 درجة، هو اهدار رضا سليم للفرصة ديت، واللي كان قدامه زاويتين يشوط فيهم، الزاوية البعيدة كانت مفتوحة وحتى الضيقة لو شاطها لفوق كانت برضه مفتوحة، لكن يشوط في الحارس، هو شاف ان الحارس فاتح رجله وكان يقدر يخرمه، فشاطها طلعت عالية شوية خبطت في جسم الحارس عشان يقدر يصدها ويحرم الاهلي من هدف محقق، ودي فرقت جدا مع الاهلي، كانت هتفتح المباراة وتفتح التكتلات الدفاعية بتاعتهم، لكن للاسف هم اللي يتحسب لهم ضربة جزاء ويتكتلوا دفاعيا اكتر. واخيرا انت دلوقتي تقدر تقول لي